أنا بجد فرحانة إنكم جنبي، وكمان مرضتوش تسيبوني زعلانة. أنا فعلاً بقيت أحسن بسببكم. شكراً يا ميس على كلامك وتشجيعك ليا. ويا بنات، أنا بحبكم قوي، وما تزعلوش مني لو ضايقتكم قبل كده. مش زعلانين منك طبعاً. عارفين؟ القعدة الحلوة دي فكرتني بمشهد شفته في فيلم اسمه مش مهم اسمه دلوقتي. أيوة صح. المهم المشهد كان فيه 5 أشخاص قاعدين في دايرة كده زينا، وكل واحد فيهم بيحكي عن الصعوبات اللي بيعاني منها في حياته. فايدة بقى القعدات دي إنها بتخلي نفسية الشخص أحسن، وكمان بيتعلم خبرات من غيره، وفي الآخر طبعاً بيعرف يواجه مشاكله ويحلها. حلوة قوي الفكرة دي. أنا بفكر أعمل قعدة أسبوعية كده عندي في البيت، نتجمع ونشوف مين اللي عنده مشكلة في المدرسة، ونخليه يتكلم ونساعده يبقى أحسن، وكلكم طبعاً تبقوا معايا. معاكي طبعاً يا نورة، أنا نفسي أساعدك في أي حاجة. لو عايزة تساعديني بجد بقى تيجي معايا البيت وتقولي لبابا إنك انتي السبب في التأخير ده كله. إحنا فعلاً اتأخرنا قوي. ما تقلقوش يا ولاد، أنا كده كده هوصلكم البيت وهتكلم مع أولياء أموركم. شكراً يا ميس رضوى. يلا بينا بقى، زمان يوسف مغلب خالته في البيت.